لانه ما هو موجود متوفر في المروك بالاسعار هذه المدعمه، او الجزائر ما يشوفهاش في المنام تاعو، في الاحلام كيعود يرقد ما يشوفهاش. فلازم تبقى الحدود على ما هي عليه. الان كما نقولوا ذاب الثلج وبان المرج، يعني بان يعني نشوف الاحصائيات تاع البنك العالمي تعرف. اولا في المروكي يقول لك المستوى المعيشي افضل، المؤشر تاع التنميه البشريه افضل بكثير جدا، ما كاش حتى مجال للمقارنه. وايضا الامن الغذائي في المروكي من افضل ما يكون في المنطقه كلها. فلو نفتح الحدود رايحه هذه الخيرات كلها يهربوها بالحمير والبغال الى الجزائر. احنا الجانب الجزائري لا في بحر، الله لا يرفد عليهم، الله لا طيح فاس على هراوه، الله يزيدهم ان شاء الله ذل على ذل، ويزيدهم جوع على جوع، ويزيدهم مرض على مرض، ويزيدهم فقر على فقر. لانه من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت الى موت. الناس هذه اللي قابله الذل وقابله الهوان انا الله لا يرفد عليهم. علاه انايا نرفد الاقتصاد نتاعو، علاه التاجر المروكي اللي موجود على الحدود غاير الحال ما يغيظكش الحال.